صديقي، اسمح لي اخدك من ايدك ونرجع لسنة 1981 وبالتحديد في مدينة سان فرانسيسكو. وفي الوقت ده بنتعرف على كريس، وده يبقى بطل قصتنا. انسان مكافح لابعد الحدود، بياكل لقمته من بيع جهاز طبي اسمه ماسح كثافة العظام. كل الفلوس اللي حيلته اشترى بها اجهزة من النوع ده، وكل يوم يطلع يلف على رجله وكعب داير على الدكاترة في مهمة صعبة جدا. وكالعادة في اليوم ده الصبح بياخد ابنه كريستوفر معاه وبيوديه حضانة رخيصة في الحي الصيني اللي جنبهم، وبنشوفه هو متعصب من الكلام الوحش اللي مكتوب على حيطة الحضانة، وبيحاول يخلي البواب يمسحه لكن ما بيلاقيش منه اي استجابة. وخلال ما هو مستني الاتوبيس بيجيله واحد متشرد وبيفتكر ان الجهاز اللي في ايده ده آلة زمن، وبيهلوس معاه في الكلام. لكن كريس الذكي بياخده على قد عقله وبيمشي، وبيقضي يومه كله لف على المستشفيات علشان يعرض جهازه، ولسه ما باعش اي حاجة. وبيضطر يكلم مراته ليندا وبيقنعها تجيب ابنهم من الحضانة، وبالرغم انها كمان هلكانة في ورديتين شغل ورا بعض. لكن كريس محتاج يبيع جهازين على الاقل كل شهر علشان يستر بيته ويدفع الايجار. لكن الواقع كان مر، لان اغلب المستشفيات شايفه ان الجهاز ملوش لازمه وسعره مبالغ فيه، وعلشان كده ما باعش ولا قطعه من فتره. المسكين مطحون وطول الوقت في سباق مع الزمن، وبيركن العربيه قدام المستشفيات من غير ما يدفع مخالفات الركن، لحد ما في يوم الحكومه بتسحب عربيته. وبالليل خلال ما بيتعشى مع عيلته بيلفت نظر مكعب روبيك، كان لسه اختراع جديد وقتها. والمكعب ده كان هديه لابنه كريستوفر من زميل مراته في الشغل، ولما بيحاول يحله بيلاقيه صعب ومحتاج ذكاء جبار. ولما ليندا بتسأله عن الضرايب اللي عليهم بيبان عليه العجز، وبيقول لها ان هو محتاج يطلب تأجيل تاني. لحظتها مراته بتنفعل وبتسيبه وبترجع لشغلها. اما كريس فبيقعد مع نفسه وبيحاول يفك شفرة المكعب، لكن عقله كان مشغول بحاجة تاني خالص. في اليوم التاني وخلال ما بيتحرك في الشارع عينه بتقع على واحد راكب عربية فراري حمراء، عربية احلام كريس اللي ما بيترددش، وبيروح يسأله هو شغال ايه الشغلانة اللي ممكن تجيب عربية زي كده. والراجل بيرد بكل ثقة ان هو سمسار في البورصة. كريس كان فاكر ان الشغلانة ديت محتاجة شهادات وتعليم عالي، لكن الراجل بيفهمه ان الموضوع كله معتمد على مهارات الحساب والتعامل مع الناس. وفي اللحظة ديت كريس بيبص حواليه وبيشوف السعادة في وشوش كل الناس، وبيسأل نفسه ليه هو مش زيهم. وفكرة البورصة ديت بتفضل تلح في دماغه وما بتسيبهوش. وتاني يوم الصبح بيقرر يصالح ليندا انه هيقدم على وظيفة سمسار بورصة، وبيوعدها انه هيبقى سمسار بورصة على سن ورمح. لكن مراته بتقابل الموضوع بسخرية وبتقول له انه اكيد مش هيتحول لرائد فضاء فجأة، وبتحاول تنزله على ارض الواقع اللي بيقول ان عليهم ايجار شهرين متأخرين، وبتطلب منه ينسى الاوهام دي ويركز في بيع الاجهزة الطبية اللي عنده. لكن كريس كان خلاص خد قراره وبيروح فعلا لشركة البورصة علشان يقدم. وعلشان ما يبينش شكله غريب وهو شايل الجهاز الطبي بيسيبه مع واحدة بتعزف في الشارع وبيديها $1 علشان تحرسه، وبيهزر معاه ان هو ملوش لازمة اصلا ومحدش هيشتريه لو فكرت تسرقه. بعدها بيدخل الشركة وبيقابل موظف الموارد البشرية اللي بيوضح له ان الطلبات عليهم كتير جدا، وان مهمته بس يلم الابليكيشنز ويبعتها للمركز الرئيسي لمستر جاي وهو اللي بيقرر. وخلال ده كريس بيلمح من الشباك البنت اللي ساب لها الجهاز بتهرب بيه، فبيسيب كل حاجة في ايده وبياخد الابليكيشن وبيفتح وراها سبرنت وبيفضل يطاردها وهو بيصرخ فيها علشان تقف. لكن للاسف بتقدر تهرب منه وبتركب المترو وبتختفي بالجهاز. وبيرجع كريس بيتهم مكسور الجناح ومعاه الابليكيشن بس. وفي الليله ديت ما بيعرفش ينام، وطول الليل بيأنب نفسه لان الجهاز سعره غالي. وتاني يوم الصبح وهو بيفطر بيشوف في الاخبار ان في بروفيسور قدر يحل مكعب روبيك في نص ساعه. وقبل ما ليندا تمشي بتترجاه ان هو ما يرجعش البيت والجهاز معاه، فبيوعدها. وخلال ما بيوصل ابنه للحضانه بيكتشف ان الحضانه بتقعد العيال قدام التلفزيون بدل ما تعلمهم، وده بيخليه يتعصب وبيروح يزعل المشرفه، لكنها بترد ببرود لو مش عاجبك روح ادفع اكتر في مكان تاني وبطل تقرفنا. وبتفكره انه اصلا متاخر في المصاريف فملوش حق يتكلم. وبعد المرمطه ديت كلها بيروح لشركة البورصة علشان يسلم الابليكيشن لمستر جاي بنفسه. وهناك بيقابل كريس جاي مدير الموارد البشرية، لكن المقابلة كانت سريعة جدا علشان جاي كان مستعجل. لكن هو خارج من المكتب الصدفة بتلعب لعبتها وبيلمح البنت اللي سرق جهازه ومعاها واحد تاني. لحظتها دمه بيغلي وبيجري وراها في مطاردة مجنونة، والبنت بتنط في الاتوبيس علشان تهرب. لكن كريس ما بيستسلمش لانه حط شقه عمره كله في الاجهزة دي، وكان فاكر انها اختراع هيقلب الدنيا. لكن الحقيقة المرة ان الدكاترة شافوا
شافوها رفاهيه ملهاش لازمه، وضياع جهاز واحد منها معناها ان مصاريف البيت والاكل بتاع شهر كامل طار في الهوا. وبعد معافره ومطارده اخيرا بيقدر يرجع جهازه. بالليل ليندا بتشوف الجهازين في البيت وبتحس بخيبه امل مره. كريس بيجيب لابنه كره سله في عيد ميلاده وبيحاول يكلم ليندا ويفهمها اللي حصل، لكن هي خلاص قفلت منه وما بقتش مصدقه اي وعود. وتاني يوم كريس بيقفش المدير وهو بيركب تاكسي وبيفكره بالابليكيشن اللي قدمه من شهر، ومدير الموارد البشريه بيحاول يخلع منه بحجه ان هو رايح مشاوير مهمه، لكن كريس بيستغل الفرصه وبيكذب عليه وبيقول ان هو رايح نفس الاتجاه، وفعلا بيركب معاه التاكسي. وخلال طريقهم كريس بيقعد يتكلم عن مهاراته وشطارته، لكن المدير ما كانش مركز معاه وكل همه يحل مكعب الروبيك اللي موجود في ايده. هنا كريس بيلقط الخيط وبيطلب منه يديله المكعب يحله علشان يلفت نظره. المدير كان مستبعد تماما ان هو يقدر يعملها، لكن كريس بيمسك المكعب وبيبدا يشرح فكرته وهو بيحركه بسرعه البرق، لدرجه ان سواق التاكسي نفسه كان مركز معاهم وماسك مكعب هو كمان. والمدير قال له بهزار ان هو مستعد يلف بيه اليوم كله بس علشان يشوفه هو بيحله. وفعلا قبل ما المدير يوصل مشاويره كريس بيفنش المكعب وبيبهره، والسواق كمان بيتبهر، وبعدها بينزل وبيسيب كريس يتدبس في اجرة التاكسي. هو ده اللي كان ناقص. وكريس ما كانش في جيبه غير $5 بس، فبيطلب من السواق ينزل بعيد شويه. واول ما العربيه بتهدف اشاره بيفتح الباب وبيجري، لكن بيكتشف ان هو نسي جهازه الطبي، فبيرجع بسرعه وبيستفز السواق اللي بيطارده. وكريس بينط في المترو في اخر لحظه، لكن الباب بيقفل على ايده والجهاز بيقع منه على الرصيف، وبياخده نفس الراجل المتشرد اللي كان فاكره آلة زمن. بيجي الليل وكريس بيكلم ليندا علشان يتاسف لها. بتحصل المصيبه اللي كريس كان خايف منها، ليندا بتنفجر فيه علشان ما جاش ياخد ابنه من الحضانه واضطرت تسيب ورديتها، وبتقولها له على بلاطه ان هي هتاخد الواد وتمشي. وقتها تليفونه بيرن وبيكون المدير اللي بيكلمه علشان يديله ميعاد المقابله. وكريس ما بيكونش لاقي قلم يكتب بيه الرقم لان ليندا خدت كل حاجه معاها، فبيحاول يحفظ الرقم في سره وبينزل جري على اقرب محل علشان يكتب الرقم. لكن في طريقه بيقابل واحد صاحبه بيقعد يرغي معاه في ارقام ماتش كوره وبيطالبه كمان بفلوس قديمه. وكريس بيحس ان عقله هيقف منه من كتر تداخل الارقام في بعضها، لكنه في الاخر بيقدر يثبت الرقم في دماغه بالعافيه. تاني يوم بيقفش ليندا واخده الواد على الحضانه وبتحصل بينهم خناقه وبتعرفوا ان هي ما بقتش سعيده وعاوزه تمشي. وكريس بيوافق انها تمشي، لكن ابنه خط احمر ومش هيسمح لها تاخده ابدا. وفعلا بيروح الحضانه بدري قبل ميعادها وبياخد ابنه وبيروح بالبيت. بالليل صاحب البيت بيخبط عليه علشان الايجار المتاخر، وكريس بيقعد يلف ويدور وبيوعده ان هو يدفع قريب، لكن الراجل بيقترح عليه ان هو ينقله الاوضه اصغر علشان يوفر، وبيطلب منه يخلي المكان الصبح علشان النقاشين جايين يشتغلوا. وكريس بيتحايل عليه كتير وبيوعده ان هو اللي هيدهن الشقه بنفسه في مقابل ان هو يسيبه اسبوع كمان علشان خاطر ابنه. وفعلا الراجل بيتعاطف معاه وبيوافق. وتاني يوم وهو شغال في الدهان وهدومه كلها غرقانه بوهيه بيسمع خبط على الباب، ولما بيفتح بيتصدم باتنين بوليس واقفين قدامه بياخدوه على الاسم علشان مخالفات الركن اللي هو ما بيدفعهاش، وهناك بيكتبوا له شيك، لكن الضابط بيعرفوا ان هو لازم يفضل محبوس هنا للصبح لحد ما يتاكدوا ان الفلوس وصلت والتحويل سمع عندهم. لحظتها كريس الدنيا بتسود في عينه وبيحاول يترجاهم علشان ابنه وعلشان عنده اهم انترفيو في حياته الصبح في الشركه، لكن مفيش فايده. القانون قانون، ما بيكونش قدامه غير ان هو يكلم ليندا وبيطلب منها تاخد بالها من كريستوفر لحد ما يخرج، وفعلا بتوافق، لكن بتبلغه ان هي هترجعه متاخر. كريس بيقضي ليلته في الحجز وهو بيفكر في مستقبله اللي بيضيع، واول ما بيخرج الصبح بيجري على الشركه باقصى سرعه. بيوصل للشركه وهو مفيش وقت يغير هدومه علشان يلحق المقابله. كان حاسس بكسوف مش طبيعي لدرجه ان هو ما ردش على السكرتيره اول ما ندهت اسمه، واول ما دخل الاوضه وشوش المديرين اتغيرت وبنى عليهم خيبه امل من منظره. لكن كريس قرر يلعب على المكشوف وقال لهم الحقيقه، عرفوا ان هو كان محبوس بسبب مخالفات واضطر يجري من الاسم لحد هنا قبل ما يغير، وما حبش يالف قصص وهميه علشان يبان مثالي. لكن الصراحه ديت كانت مخاطره كبيره. مستر فروم وده بقى كبير المديرين في اللجنه ما كانش مقتنع في الاول، وبص لمدير المواد البشريه وساله هو كريس على طول منظره كده، لكن كريس بذكائه المعهود وقدرته على الاقناع قدر يقلب الترابيزه، وفي عز التوتر ده قدر يخليهم يضحكوا. بعد ما الانترفيو خلص مدير الموارد البشريه بارك لكريس وقال له ان هو قدر يبهرهم رغم منظره ده، لكن الصدمه الحقيقيه كانت لما كريس عرف ان فتره التدريب 6 شهور، يعني ال6 شهور دولت من غير اي مرتب. لحظتها كريس وقف مكانه وبدا يحسبها، 6 شهور من غير دخل، والمصيبه انه من 20 واحد وواحد بس هو اللي هيتعين، يعني لو فشل هيبقى ضيع 6 شهور من عمره على الفاضي. والمدير بيضغط عليه وبيقول له لو انسحبت دلوقتي شكله هيبقى وحش قدام الشركاء. بعدها كريس بيرجع بيته محتار ومهموم، ملهوش مصدر دخل
غير 6 اجهزه اللي فاضلين معاه ولازم يبيعهم علشان يعيش. بالليل وهو بيخلص دهان الشقه ليندا رجعت ومعاها كريستوفر، لكن المره دي كانت جايه علشان تودعهم. بتعرف كريس انها مسافره نيويورك تشتغل جرسونه في مطعم، وكريس وافق بشرط واحد ان ابنه يفضل معاه. وبعدها ليندا بتبكي وبتسيبهم وبتختفي للابد يا صديقي. وتاني يوم كريس استعان بصاحبه اللي كان مديون له ب 14 دولار، لكن صاحبه كان على الحديده وكانت هتحصل مشكله. وفي يوم الاجازه بياخد ابنه علشان يلعبوا كره سله، وهناك ابنه قال له ان هو نفسه يبقى لاعب محترف، لكن كريس في لحظه يأس قال له ان هو كان فاشل في الكوره وهو صغير، فاكيد يعني ابنه هيطلع زيه. ولما شاف الحزن في عين ابنه اتراجع بسرعه واداله اهم نصيحه في حياته، قال له مفيش حد في الدنيا عنده السلطه يقولك انك مش هتقدر، حتى انا ابوك، ولو عندك حلم يا ابني لازم تحميه، لو عاوز من الدنيا حاجه مد ايديك وخدها. وفعلا الحظ بدا يضحك لكريس شويه، وبيروح مستشفى وبيقدر ان هو يقنعهم يشتروا الجهاز، واخيرا بيمسك في ايده قرشين حلوين كانوا جايين في وقتهم بالملي، ومن فرحته بيخلي ابنه كريستوفر يشتري الشوكولاته اللي كان نفسه فيها. وتاني يوم بيبدا اول يوم في التدريب، والمشرف بيوضح لهم ان الشغلانه ديت محتاجه نحت في الصخر، وانهم لازم يعملوا اي حاجه علشان يستدرجوا العملاء، يفطروا معاهم، يتغدوا معاهم، ولو لازم الامر يغيروا حفاظات لاطفالهم. المهم في الاخر يقنعوهم يستثمروا، وفوق كل ده لازم ينجحوا في الامتحان ويجيبوا عقود حقيقيه علشان يثبتوا في الشغل. وفي وقت الغدا كريس بيقابل مستر فروم في الشارع، لكن الكلام ما بيكملش علشان كريس بيلمح الجهاز اللي ضاع منه مع السواق. بيشوف الراجل المتشرد وهو شايله وماشي بيه، لحظتها بيسيب كل حاجه وبيجري وراه وسط العربيات، وفي عز المطارده ديت بتخبطه عربيه. السواق بينزل يطمن عليه، بيساله لو كان كويس، لكن كريس بيكون في حصه تانية، بيكتشف ان فردة جزمته طارت منه من قوه الخبطه، وما بيكونش قدامه غير ان هو يرجع الشركه وهو بيعرج بفردة جزمه واحده. والناس بتبص له باستغراب وتريقه، لكن بطلنا مش فارق معاه غير ان هو يكمل طريقه. وفوق كل ده المشرف بتاعه في التدريب كان مشغله مرمطون، كل شويه بيبعته يجيب له طلبات وحاجات تافهه، وكريس حاسس ان هو بيتهان ومحدش مقدر تعبه. وكل يوم بعد التدريب والبهدله دي بيجري زي المجنون علشان يلحق اتوبيس الساعه 4 ويجيب ابنه من الحضانه، بعدين بيركب اتوبيس تاني علشان يوصل اللوكاندا قبل الساعه 10 بالليل. ده غير مشاكل الايجار، وصاحب اللوكاندا واقف له على الواحده ومستني فلوسه. في الشركه كل المتدربين كانوا شغالين من لسته تليفونات، بيبداوا فيها من تحت لفوق، يعني بيكلموا الموظفين الصغيرين لحد ما يوصلوا للمديرين الكبار، والمفروض يفضلوا على الحال ده للساعه 7 بالليل. لكن كريس ما عندوش الرفاهيه ديت علشان ابنه، فبيضطر يخلص شغل 9 ساعات في 6 ساعات بس، وعلشان يوفر وقت ما بياخدش ريست بين المكالمات علشان يوفر ال8، لدرجه انه بطل يشرب ميه علشان ما يروحش الحمام ويضيع وقت، يا عيني يا ابني. لكن بعد شهرين لقى نفسه لسه في اول الليسته وما حققش اي حاجه، فقرر يضرب بقوانين عرض الحائط ونط مره واحده لاخر الليسته، وكلم مدير شركه كبيره اسمه والتر. والمفاجاه ان الراجل وافق يقابله، بس قال له قدامك 20 دقيقه وتكون عندي. لحظتها كريس بيطير من الفرحه وبيجري علشان يوصل في الميعاد، لكن وهو خارج من الشركه المشرف بتاعه بكل برود طلب منه يروح يركن له عربيته. كريس حاول يفهمه ان هو وراه ميعاد مهم مع والتر، لكن الراجل اصر وقال له لازم تهز المفتاح كده علشان الباب يفتح. وكريس مغلوب على امره بيضيع وقت غالي وهو بيعافر مع باب العربيه، وبعدين بيفضل يلف يدور على ركنه ومفيش فايده. وهنا بيقرر يروح بالعربيه لحد مكتب والتر، وهو حظه بقى، لكن الدنيا وقفت في وشه والزحمه كانت شديده، والنتيجه بيوصل متاخر، والسكرتيره بتقول له ان هو لسه ماشي حالا. لحظتها كريس بيحس ان الدنيا بتلف بيه، وخلال رجوعه كمان بيلاقي مخالفه ركن العربيه المشرف. بالليل وهو قاعد في مطعم طلع دفتر شيكات وبدا يكتب شيك علشان يدفع المخالفات ديت من جيبه، وهو اصلا مش لاقي ياكل. وفي اليوم التاني بياخد ابنه وبيروح يخبطوا على باب الراجل، وكريس بيعتذر له بتمثيليه انه كان بيزور واحد صاحبه قريب في المنطقه، وبذكائه بيقدر يخليه يعزمهم على الماتش في درجه رجال الاعمال. وكريس بيخبي ان هو ما عندوش عربيه علشان ما يبانش غلبان قدامهم. وفي الماتش الراجل بيقول لكريس ان هو معجب بشخصيته، لكن مفيش فرصه يدوله يمضي معاه دلوقتي. لكن كريس بيستغل القعده وبيتعرف على ناس تقيله في السوق. بعد 4 شهور كريس بيقدر يبيع كل الاجهزه اللي معاه، واصبح معاه مبلغ يسنده في فتره التدريب. لكن الصدمه بقى بتيجي في مصلحه الضرايب اللي بتسحب كل رصيده في البنك علشان الضرايب
المتأخرة. بيرجع تاني على الحديدة حرفيا محوش مليم، وبيروح لصاحبه وين وبيطالب بال 14 دولار اللي مديون له بيهم، لكن التاني بيجحد وبينكر وبيرزع الباب في وشه. وخلال ما هو قاعد في الجنينة مع ابنه بيلمح الجهاز اللي ضاع منه في المترو مع نفس الراجل المتشرد. بيجري وراه وبيمسكه وبياخده منه بالعافية، والراجل بيفضل يصرخ وبيقول له هات آلة الزمن بتاعتي يا عم، وانه لازم يرجع بالزمن ويقابل هتلر. بعدها كريس بيروح علشان يبيعه بسرعة، لكن الصدمة ان الجهاز بيطلع باظ والمستشفى بتقول له صلحه وتعالى خد فلوسك. بالليل بيرجعوا اللوكاندا بيلاقوا شنطتهم وهدومهم مرمية في الشارع، وصاحب المكان غير القفل وطردهم. وقتها كريستوفر الصغير بيبتدي يبكي ويصرخ علشان يفتحوا له الباب، وكريس قلبه بيتقطع وهو بيحاول يهديه. بيروح تاني لصاحبه وين وبيخبط عليه، لكن المرة دي صاحبه ما بيفتحلوش اصلا. وفي عز التعب والبهدلة بيدخلوا محطة المترو الصديقي، والواد بيبص للجهاز وبيقول لباباه انه اكيد مش آلة الزمن زي ما الراجل قال. كريس هنا بيقرر يلعب على خيال ابنه علشان ينسيه وجع، وبيقول له لا دي آلة الزمن فعلا، وبيبدأ يمثل ان هو بيشغلها وانهم رجعوا لعصر الديناصورات، وبيقول له انهم لازم يستخبوا في كهف علشان الديناصورات، والكهف ده ما بيكونش غير حمام المحطة. وبيدخلوا الحمام وبيمثلوا انهم في كهف، وكريس بيفرش هدومه على الارض لابنه علشان ينام، وطول الليل بيبكي في صمت وهو بيفكر في اللي وصل له، وكل ما بيخبط بيسد ودن ابنه علشان ما يصحاش. تاني يوم بيروح الشغل وهو شايل شنطه هدومه معاه، ولما مدير الموارد البشريه بيساله بيوضح ان هو مسافر يلعب جولف مع عملاء مهمين. وفي اليوم ده بيروح لملجأ المتشردين، لكن بيعرفوه ان هو للستات والاطفال بس، فبيضطر يجري لمكان تاني بعيد علشان يلحق طابور الساعه 5. بالعافيه بيقدر يحجز مكان بعد ما واحد حاول يغش في الطابور وانطرد. وجوه الملجأ بعد ما ابنه بينام بيسهر طول الليل بيحاول يصلح الجهاز، بيستخدم ضوء الشارع علشان الكهرباء مقطوعه بالليل. ومن بعدها وحياتهم بتتحول لروتين يومي، كل يوم شنطه الهدوم معاه في الشغل وبيألف قصص شكل، وكل يوم يجري علشان يلحق الطوابير. وفي يوم وهو خارج من الامتحان مستر فروم بيطلب منه 5 دولار علشان يحاسب التاكسي، وكريس رغم ان هو على الحديده بيديهم له، وده بيخليه يتاخر على الطابور الملجأ وما بيلحقش مكان، فبيضطر يروح يبيع دمه علشان يشتري القطعه اللي ناقصه في الجهاز. وفي الملجأ كريستوفر بيسأل ابوه بصوت واطي لو كانت امه سابتهم بسببه، لكن كريس بيطمنه وبيقول له اياك تفكر كده ابدا، وانه ملهوش اي ذنب في اللي حصل. وفي نفس الليله بيقدر اخيرا يصلح الجهاز الطبي، وتاني يوم بيبيعه وبياخد ثمنه اللي بيكفيهم مصاريف شهر كامل. ومن فرحته بياخد ابنه وبيروحوا يحجزوا في اوتيل نضيف ليله واحده علشان بس يهربوا من كابوس الكهف ويناموا على سرير مريح قدام التلفزيون. تاني يوم بيخرجوا يتمشوا على البحر وبيشموا نفسهم بعيد عن خنيقه المدينه. مع الوقت كريس بيبتدي يحصد تعبه وبيقدر يجيب عقود كتير للشركه من معارف الراجل الغني اللي قابلهم في الماتش اياه فاكرينه. ولما بيوصل لاخر يوم في التدريب مدير الموارد البشريه بنفسه بيقابله وبيشكره على مجهوده الجبار، وكريس كان قلقان جدا وحاسس ان هي كلمه وداع، لكن المفاجاه كانت جوه المكتب مع مستر فروم وباقي المديرين. مستر فروم بيبص على قميص كريس الجديد وبيقول له ان هو يتمنى يلبسه بكره كمان علشان بكره هيبقى اول يوم ليه كموظف رسمي في الشركه. وفي اللحظه ديت بس يا صديقي كريس ما بيتملكش نفسه وبتنزل دموع الألم والفرحة، ومستر فروم بيرجع له ال5 دولار اللي كان استلفهم منه. وبيخرج كريس من الشركة وهو حاسس ان الجزء ده من حياته هو السعادة الحقيقية، واول حاجة بيعملها بيروح يجري على الحضانة وبياخد ابنه في حضنه بكل قوة علشان بعدها نعرف ان الدنيا ضحكت له. وفي سنة 1987 كريس بيأسس شركته الخاصة، اما بقى في سنة 2006 فبيعمل صفقة بملايين الدولارات. وفي اخر المشهد بنشوف لقطة معبرة قوية، بنشوف كريس الحقيقي بشحمه ولحمه. هتقول لي ايه ده يا مروان، هي ديت قصة حقيقية؟ هقول لك اه صديقي، امال انت كنت فاكر ايه؟ المهم بنشوفه وهو ماشي في الشارع جنب بطلنا وابنه، وكأنها رسالة ان مفيش مستحيل طول ما عندك حلم بترعاه وبتحميه. وبكده تكون رفعت الجلسة. لو كنت وصلت للنقطة ديت يا صديقي من الفيديو عرفني في التعليقات علشان اعرف كم واحد وصل لنهاية الفيديو. ولو قصة الفيلم ديت عجبتك فانا متأكد ان الفيديو اللي هيظهر قدامك ده قصته تعجبك. يلا بينا.